السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحييكم لكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي وكل له نبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت مية، اي كمية مية، او انا حطيت في الاول كوبايتين وحطيت عليهم شوية دقيق اكتر من ربع كيلو كده، وحطيت ايه 3 4 معالق نشا، وبعدين هضربهم في الخلاط. حطيت حبة ملح، مش هحط فلفل اسود ولا اي حاجة، انا ملح، عجينة بسيطة خالص اهي. بصي يعني حاجات اقتصادية اقتصادية اقتصادية. هضربها في الخلاط بقى لحد ما تدوب معايا وتبقى إيه سايلة كده، بس سايلة تقيلة شوية. هعمل ايه؟ هعمل كريب معاكم. تمام. طبعا بمشي في الخلاط بقى، وبعد ما اعملها في الخلاط لقيتها يعني كانت قليلة، زودت شوية برضو مية ودقيق، فحوالي الشفشق ده حوالي نص كيلو دقيق، وعليه يجي 5 معالق نشا، وحوالي 3 كوبايات ميه او 3 كوبايات ونص كمان، لحد ما بنوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. حطيت بقى حبه زيت وبضربه كويس جدا عشان التكتلات اللي فيه، وبنزل من الجناب كده بمعلقه او سباتيولا، وبعدين بضربه كويس جدا، وبعدين بصفيه في مصفى زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما يبقاش في اي تكتلات او اي حاجه. واي حاجه بقى في الخلاط خلاص كده هنغسلها. عشان كده بقول لكم واحنا بنضرب بننزل بسباتيولا او بمعلقه، عشان كله يتضرب مع بعض. بعد بقى ما صفيت عجينه الكريب، وطبعا بتبقى سايله مش خفيفه زي ما انتم شايفينها كده، بتبقى سايله تقيله شويه. سبتها في الخلاط بقى ترتاح شويه، وبعدين هشوف هحشي الكريب بتاعي بايه. طبعا عملته معاكم قبل كده بفاهيتا، طبعا فاهيتا الدجاج مفيش اسهل منها، هي مكعبات كده وبصل وطماطم وبهاريه وخلاص على كده. النهارده عملت بقى فرايد تشيكن معاكم، او يعني الفراخ المقرمش. انا كان عندي صدر فرخه، والله كل ده بصدر فرخ، يعني حاجه اقتصاديه برضو وسهله وسريعه، وبتجيبوها من بره بغاليه وبفلوس، والعيال كلها بتحبها. وهوريكم النهارده فكره بقى حلوه قوي عملتها اللوك. المهم قطعت الصوابع بقى، الصدر كده صوابع بالعرض، لازم تبقى صوابع سميكه شويه مش رفيعه، صوابع بالعرض كده. وبعدين اكون غسلاها يعني نضيفه، وبعدين اعمل لها التتبيله. حطيت ليمون، حطيت خل زي ما انتم شايفين، حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، حطيت بابريكا، هنحط بهارات فراخ كاري، هحط بصل باودر، توم باودر، في زبادي حطي، في حبه لبن حطي، مش موجود حاجه من دول مش هتخسر معانا. تمام. وبنقلب التتبيله كويس، واهم حاجه نبقى عصرها، واهم حاجه معانا الليمون والخل، ان تضيع الزفاره من الفراخ وتدينا طعم حلو مع التتبيله معانا ان شاء الله ملح وفلفل. تمام. بس انا حطيت كل اللي انتوا شايفينه دوت، والخل والليمون اهم حاجه معانا، مع اي بهارات بقى تنفع للفراخ. تمام. بقلب كل الصوابع بقى الفراخ في التتبيله الحلوه ديت، وبسيبها برده شويه في التتبيله عشان تحدق معايا مع شعره بقى شطه كده، يا سلام. تمام. قولوا تمام. يبقى كده عملنا عجينه الكريب وعملنا صوابع الفراخ. طيب عايزه اعمل دلوقتي حشوات تانية. انا كنت عامله معاكم قبل كده اللي هي الفاهيتا بتقطعيها مكعبات زي ما بقولك، ممكن تتبليها نفس التتبيله، تعملها بصلايه وتلفها في البصله كده مع قرنين فلفل ومع طماطميه، وخلص على كده وملح وفلفل. قال دي الفاهيتا. هنا بقى في الطاسه دي كنت سخنت الطاسه، طبعا مش لازم برضو. الفكره اللي معانا دلوقتي ان انت ممكن تعملي في طاسه زي كده، او في صينيه المونيا، اي حاجه تحطي فيها، بس المقدار يبقى على قد الصينيه. انا هنا الصينيه دي كانت بتاخد معايا كبشتين. تمام. ولازم الصينيه او الطاسه تكون سخنه سخنه، عشان اول ما تنزلي بعجينه الكريب تقوم مشمعه معاكي، او تلزق وتاخد الطبقه كده وتلفيها تقوم لفه معاكي. شايفين الجمال؟ قولوا شايفين. تحفه. عجينه اقتصاديه، لا حاطين لبن ولا حاطين بيض ولا مزودين في عجينه الكريب. يعني في عجينه كريب هقولك هتبقى مغذيه وحلوه، ماشي عندك حطي، مش بقولك ما تحطيش، يا بيضه، حبه لبن، بيضتين، كوبايه لبن، وزودي بميه، تعجنيه بلبن خالص براحتك، دي حاجه بتاعتك وتبقى مغذيه. ولكن دي برضو مش هتقول عني، وهتديكي نتيجه حلوه ومقرمشه في الاخر، عشان احنا حاطين فيها نشا، وهتشوفي بعينك دلوقتي وهتعجب. واقتصاديه، واللي على قده يمشي على قده، واللي عنده يعمل، انا ما بقولش لا. كده انا عملتها زي ما انتم شايفين كده، وطلعنا واحده. طبعا الكريب اللي بيطلع بنحطه في فوطه عشان يتني طري، احنا دلوقتي عايزينه طري، لكن لما نعبيه احنا عايزينه ينشف بقى ويقرمش من بره. هوريكم دلوقتي. اول ما بتاخد بقى لون كده من على الناحيه دي، بقلبها على الناحيه التانية، وبين كل واحده وواحده بنضف الطاسه برضه. طيب هنحط بقى طاسه الكريب على عين، طبعا احنا عملنا مع بعض، وهنكمل الباقي على عين بقى. في الطاسه التانية دي قلت بقى نعمل الفراخ. حطيت على الدقيق نشا،
دي طريقة الكنتاكي او طريقة الفراي زي ما انتم شايفين كده. وجبت ميه ساقعه، ومن الدقيق بقى الدقيق حط عليه نشا، وحط عليه بهارات وملح وفلفل وبابريكا وشعرة شطه، وبنزل بقى بصوابع الفراخ في الدقيق، وبعدين الميه، وبعدين الدقيق، وبعدين بنزل فيها بالزيت، والزيت يكون سخن معايا اهو. الصوابع في الدقيق ده على نشا وعليه ملح وبهارات، ومن الدقيق للميه، ومن الميه للدقيق، وبعدين على الزيت قدح معانا اهو. هتاخد لون بقى وقرمشه. انا كنت حابه ان هي تبقى الفراخ مقرمشه، تقولوا عليها بقى مقرمشه، تقولوا عليها فراي. طيب انا مش بحب الفراخ اللي بالدقيق دي، انا عايزه بانيه. اعمليها بانيه، تبليها بنفس التتبيله، وحطيها في بيض وبقسماط، واقليها برضو في الزيت. مش هتقولك لا، عايزاها شرايح اعمليها شرايح رفنعه براحتك كده. قلتلك كذا حشوه غير اللي احنا عاملينها، قلنا الفاهيتا، قلنا البانيه، ودي الفراي. ده حشوات للبانيه للكريب. الكريب برضو شغاله على الطاسه اهو. هنا بقى لوكا قالت لي لا انا عايزاه ملون، قلت لها عينيا، عملت لها احمر، وهنعمل كمان لون. اهي القرده عماله تقلب اهي كده. كنت خلصت اللي باللون الابيض، وعملت لها برضو واحده حمراء، وهحشيها لها بقى. ودي المفاجاه بقى، ان انت ممكن كمان تعلي على المحلات، وبدل ما نعمل كريب ابيض بس بعجينه اقتصاديه، عملناها كمان ملونه، وعملنا احمر، وعملنا لون كمان دلوقتي هتشوفوه. ولوكا اللي هتقلبه معاكم برضو بنحطه على الناحيه دي وعلى الناحيه التانية ونقلبه. عملت بلون اخضر، طبعا الالوان دي غذائيه، لون غذائي احمر او اخضر من عند العطار، تحطيها على عجينه الكريب. طبعا الكريبايه اهي بتقول لكم بابا، الكريبايه هم كبشتين دقيق، قمت حاطه عليهم اللون لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه، واقوم نازله في الطاسه، والطاسه تكون سخنه، اوعوا تنسوا. وبلفها كده. وطبعا بقول لكم من الافضل ان احنا نعمل في الطاسه احسن من صينيه، يعني بدل ما تجيبي اللي هي الصاجه بتاعه الكريب او تجيبي العصايه، والله الطاسه احسن وبتلفي فيها. بس انت تعرفي المقدار. شوفوا الجمال بقى، شوفوا الاخضر، وشوفوا الاحمر، وشوفوا الابيض، وشوفوا الجمال بقى. وانك تعلي على المحلات وتعملي حشوات براحتك. ومن صدر فرخه عملنا كريبات كتير. هنا بقى قطعت طماطم، شلت منها البذر، وهاخد بس لحمه طماطم، وبعدين قرن فلفل. عايزه برده حامي ماشي، عايزه بارد ماشي، لو بتحبي الحامي اعملي سبايسي. حمرت بطاطس وتبلتها، حطيت عليها ملح وفلفل وبهارات. ومعانا الصوابع الفراخ او الفرايد تشيكن، ومعانا الموتزاريلا والمايونيز والكاتشب. دي حاجاتك اللي هتحتاجيها عشان تعبي الكريب. يلا نبدا باول كريبايه. حطيت الموتزاريلا، لو عندك ميكس جبن حطي موتزاريلا بس ماشي، وبتحطي الكاتشب بقى والمايونيز، ترصي بطاطس، تحطي الفراخ، ونحط صوابع برضو الطماطم من غير بذر عشان ما تعملش معانا ميه، مع الفلافل بس. عايزه تحطي الفراخ سليمه حطيها، عايزه تقطعها زي ما انا بقطعها كده ماشي. هنعمل برضو في اللف برضو عامله كذا لفه. عاملين الكونو ده، وابني جه قال لي انا مش عايزه كده يا ماما، انا مش عايزه كون. قلت له عينيا حاضر. عايزه ملفوف زي الشاورما، عملت له ملفوف. واللي عايز بطماطم عملت له، واللي مش عايز بطماطم عملت له. بس جماله بقى ان انت تحشي كل ده تبقى محشي ومليان كده زي بتاع بره بالظبط. وبعد ما تقفليه من ناحيه القفله بنحطه بقى يتقفل بقى ويشمع زي ما انت شايفه كده، وياخد القرمشه الجميله بقى. وبعد كده حطيه في فويل، حطيه في قرطاس، حطيه في ورق زبده، حطي زي ما تحطي. انا عملت الكونو معاكم اهو. وهنا بقى ابني كان قال لي انا عايز الملفوف، لفيت له برده وشمعته له كده، وعملته له على الجريل برده، والجريل يكون عليه دهنه زيت عشان يدينا القرمشه ويدينا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه. يلا نلف الملون بقى. برده الملون عملته كونو وعملته ملفوف. وفي اللي قال لي عايز بطاطس، وفي اللي قال لي مش عايز بطاطس، قلت لهم حاضر. هنا عملت ده بطاطس، والتاني الاحمر هيتعمل من غير بطاطس دلوقتي. ونحط البطاطس، نحط الموتزاريلا، نحط الكاتشب والمايونيز والفراخ، ونقفل. كل واحد حسب مزاجه بقى بنعمله في البيت. طبعا انت بتعملي حسب ما افراد اسرتك بتحب. كل واحد بيحب بحاجه. ممكن واحد مش بيحب الفلفل الحامي، ما تعمليلوش فلفل حامي. في ناس تقولك ما تحطليش بطاطس. بس هو الكريب حلاوته ان انت تمليه يبقى مليان كده، البطاطس والجبن والفراخ، وتحطي بقى صوصات مع الفلفل والطماطم. طبعا الطماطم احنا شايلين منها البذر، فبتدي طعم حلو، ومش مبقاش يعني بتأثر في ولا الطري ولا حاجه. وبنشمعه بقى على الجريل او في طاسه زي ما انت شفتي كده، وبنعبيه في الفويل. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا الاخضر الملفوف والكونو حاجه تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتنسوش بقى اللايك، واللي بيشوفني لاول مره يخش ويشترك في القناه. واعملوا كده بصدر فرخه. عملنا كل العدد ده وكمان فاض منه كمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونوش بقى باللايك،
ولوكا هتيجي تدوق معاكم دلوقتي. بصوا الجمال، بصوا الالوان وحلاوتها، بصوا قرمشه الفراخ، شوفوا يعني قلبها ابيض وكده القرمشه حواليها كده. اقول لكم بقى باي باي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.